بعد المغرب جاءت محطة جديدة في الشرق الأوسط. 2019 أصبح رونار رسميا مدرب للمنتخب السعودي. هنالك بدأ مشروعا طموح لإعادة الأخضر إلى الساحة العالمية. نجح في تصدر مجموعته والتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر. أما الأحداث في 22 نوفمبر 2022 غير تاريخ كرة القدم السعودية إلى الأبد. السعودية واجهت الأرجنتين في المباراة الافتتاحية في المجموعة هذيك. الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي. الأرجنتين مرشحة للفوز بالبطولة. الأرجنتين داخل المباراة بسلسلة طويلة من المباريات متتالية دون هزيمة. الكل بلا استثناء توقع فوز سهل للأرجنتين، لكن رونار كان عنده رأي آخر. بعد التأخر بهدف في الشوط الأول، ألقى واحدة من أشهر المحاضرات التحفيزية في تاريخ كأس العالم. برشا ناس قعدوا يهتفوا بها وكيفاش رونار رفع معنويات الأخضر من القاع إلى عنان السماء، وتمكنوا من فعل المعجزة. دخل لاعبون الشوط الثاني بعقلية مختلفة، وصلت السعودية الأول والثاني بصاروخية سالم الدوسري. وانتهت المباراة بفوز سعودي 2-1 في واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم في 22. أما باش نكونوا محقين للحق، حتى الكأس العالم في 22 حمل برشا مفاجآت. من فوز تونس على فرنسا حاملة اللقب في 18 والوصيفة في 22، والعديد من المفاجآت اللي وقفت عقول برشا محللين كرة قدم. هذا الإنجاز آه، جعل رينار هو أكثر المدربين الأجانب نجاحا في تاريخ المنتخب السعودي. 2023 طلق عرضا جديدا من منتخب فرنسا للسيدات. وافق رونار على التحدي وقاد منتخب في كأس العالم للسيدات. هنالك كتب رقم تاريخي بأحرف من ذهب خلد بها اسمه في التاريخ كرة القدم. الإنجاز اللي مازال ما تكررش حتى توا. أصبح أول مدرب في تاريخ كرة القدم يحقق الفوز في كأس العالم للرجال وكأس العالم للسيدات. برشا ناس يمكن باش تستفتح ترد وتفهم الموضوع هذا. خلال مسيرته اشتهر رونار بشيئين. الأول هو قميصه الأبيض الشهير اللي أصبح علامة مسجلة باسمه، والثاني شخصيته القيادية الاستثنائية.